معلومة على السريع، لو حابة تحمصي لسان العصفور في الإير فراير بنضيفه ونضيف عليه رشة من الزيت، هنقلبه ونوزعه كويس. وظبطت بعد كده درجة الحرارة على 180 لمدة 25 دقيقة، وخلال ال25 دقيقة دول كنت بفتح كل 5 دقايق تقريبا أقلب، علشان كان بيبقى فيه حبات اتحمصت وحبات لأ، لحد ما خلصت ال25 دقيقة كان هو ده اللون اللي أنا حباه، لإنه لسه هيستوي وهيفتحها بعد كده، وده بالنسبة لي كويس أوي. خدت لسان العصفور بعد كده وضفت ليه شوربة وحطيته على النار وكمّل تسويته، وطلع معايا بعد كده مستوي ومفلفل زي ما أنتم شايفين. وبالنسبة لرأيي الشخصي النتيجة ممتازة، بس المدة كانت طويلة أوي عشان يتحمّص، والكمية كمان ما كانتش كبيرة. لو هاعمله على النار كان هيبقى الوقت أقل من كده، بس طبعًا دهون أكتر. الموضوع ده هيساعدكم جدًا لو أنتم بتخزّنوا لسان العصفور متحمّص، مش محتاجينه في وقتها ولا مستعجلين عليه، بس طبعًا مع مراعاة إن الكمية لو أكتر هتاخد وقت أطول. أنا سارة هلال، لو استفدتِ من الفيديو ده ما تنسيش تعملي لي لايك وتتابعيني. المرة الجاية هانزل لكم فيديو عن تجربتي مع الرز في الإير فراير، وهتكون مفاجأة ليكم.